السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. معاكم نريمان من قناة ارت هوم. النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت لو تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو انتم مش مشتركين في القناة اشتركوا معايا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. هنبدأ مع بعض الفيديو. هنبدأ النهارده مع بعض فيديو جديد. فيديو النهارده انا هشتغل بالكرتون. الكرتون عندي خامة جميلة جدا وانا حابه بصراحه الشغل بيها قوي. اول حاجه هعملها، انا عندي الصينيه دي حابه شكلها قوي، فانا هعمل بالصينيه اللي معايا الصغيره دي. بس لو احنا حابين، لو احنا ما عندناش صينيه زيها مثلا وحابين نعمل اي صينيه، ممكن نعمل مربعه، مستطيله، بيضاوي. بس بيضاوي هنرسم بقى مستطيل ونعمل باي غطا او حاجه من الجنبين كده. انا هحط الصينيه على الكرتون وارسمها. بقت بالشكل ده عندي. طبعا المساحة بتاعتها صغيرة، انا عايزة حاجة اكبر شوية. هعمل ايه؟ هاجي هنا كده زي ما احنا شايفين وهبدأ احط المسطرة واشوف المقاس اللي عندي فين. انا هاجي مثلا عندي الخمسة هنا كده 5 سنتي وهاجي هنا وهحط علامة فوق هنا عندي اهي. تمام. هتاخر شوية كده واظبط دورا على اللي هما النقطتين اللي عندي اللي هي دي ودي، هظبطهم على الخط واعمل تاني وهعمل كده تاني. بصوا الخط بدأ يترسم. هبدأ بقى ألف بيها كلها بنفس الشكل. هظبط، بصوا أهم حاجة أظبط الخطين دولا على النقطتين اللي هي دي ودي على الخط اللي عندي وأبدأ أعلم. هعملها كلها بقى بنفس الشكل وهقصها. هبدأ أقص المنظر اللي عندي كده. اما قصيتها بقت عندي اهي كده. بقى عندي الجزء الاولاني بتاع الصينيه جاهز. ده هركنه على جنب ونشوف ايه اللي هنعمله بعد كده. هاجي هنا كده بقى وهجيب قطعه من الكرتون وهاخد المقاس اللي عندي. هاخد مقاسي بالسمك بتاع المسطره. انا عشان تسهل عليا هعمل كده واخد بسمك المسطره المقاس. وهجيب عندي القطر وهبدأ هقطعها. اللي هي الجزء ده هقطعه بالشكل ده كده. احنا ممكن نقصه بالمقص عادي، مفيش اي مشكلة. بقت عندي الكرتونة اهي. اللي انا هعمله ان انا همسك الكرتونة وابدأ افكها. طب اتقطعت معايا، يبقى انا هعمل ايه؟ زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت بالقلم، وهبدأ هفكها بالشكل ده كده. هنا كده انا بعد ما فكيتها من ورا ومن قدام، شلت اللي قدام وشلت اللي ورا. بقت عندي اهي بالشكل ده كده. اللي انا هعمله ايه؟ اللي انا هشتغل بيه، انا عايزه الشرايط اللي هي دي مهمه قوي، عشان كده كنت بعملها بالراحه، مش عايزاها تتقطع وانا بشتغل وانا بطلعها. ايه اهي. يبقى انا كده طلعت دي اللي فوق واللي تحت. بصوا انا هفصص الكرتون النهارده خالص. هاجي هنا وهفك كمان الورق اللي عندي ده من بعضه. بصوا اللي هي التنايات دي اهي. لو عندنا كرتون لونين ماشي، يعني عندنا كرتون لونه افتح شويه ممكن. بس انا عايزه الدرجتين دول، درجه فاتحه ودرجه غامقه. هبدا هفكها. هاجي هنا برضو هفك دي من هنا ومن هنا. فاهي بصوا هنا دي بتفك بسهوله ما فيهاش اي حاجه، واللي فيها حاجات بسيطه خالص مش لا تذكر، يعني مش هتضايقني. هنا بقى عندي الاتنين اللي هم مضلعين دول بقوا عندي بالشكل ده. اللي هعمله ان انا هفرد التضليعه سنه. يعني هعمل ايه؟ هعمل بايدي كده افردهم سنه، مش هعمل اكتر من كده. يبقى الحته اللي انا فكيتها مطلعه لي 4. هفك بقى هعمل منها كتير ونرجع بقى نشوف الخطوه اللي هنعملها بيهم ايه. كده زي ما احنا شايفين انا فكيت مجموعه كبيره، مجموعه من اللي هو الساده ومحبه من المضلع بقوا عندي اهم. اللي انا هعمله دلوقتي هاجي هنا كده هجيب سلوتيب عندي بالشكل ده هنا كده، وهبدأ هرص عليه الحاجة اللي عندي دي على الحرف هنا كده جنب بعض. خلي بالنا من الاتجاهات بس بتاعت الكرتون. هنا كده بعد ما لزقتهم بالسلوتيب زي ما احنا شايفين، هاجي هنا كده واقفل عليهم السلوتيب من الناحية التانية عشان ما يفكوش مني خالص. يبقى انا ايه، جمدتهم بقوا مجمدين معايا. بقت عندي الحاجة بالشكل ده كده. الخطوة اللي عندي دلوقتي هجيب المضلع التاني وهقسمه بالنص. هو يا دوبك على قد المسافة المقاس اللي عندي هنا، هقسمها بالنص. بقت عندي اهي بالشكل ده كده. هاجي بقى هجيب اللي هو المضلع اللي عندي دون وهبدأ ادككه واحدة عكس التانية، يعني هعديها
من واحدة واحدة بالشكل ده كده، وهشدها للاخر. هعملها زي لوح الشطرنج كده. عملت دي كده، هجيب التانية وهعكس بقى، يعني ايه اللي تحت هعملها فوق كده. هنا كده بعد ما عملتها كلها بقت بالشكل ده. انا عايزه بقى اظبطها علشان الحاجه اللي عندي تطلع مظبوطه. مش هعمل اي حاجه وخلاص. هاجي هنا على اول واحده عندي هنا، وهاجي كده هظبط اللي هي بالعرض مش اللي بالطول، اللي هي الفتحه هظبطها. وهاجي مع اول واحده هنا وهحط شمم ما بينهم علشان تمسك لي الحاجه اللي عندي. هبدأ اظبط بقى واحدة واحدة كده، اشدها واظبطها واحط ما بينهم هنا كده شمع. هبدأ بقى اعمل واحدة واحدة اظبطها واشدها. اتظبطت معايا خلاص، هروح لازقاها في بعض. هعمل بقى كله كده، هعمل الناحية دي بعد كده نشوف الناحية التانية هنعمل فيها ايه برضو. هنا كده انا عملت الناحية دي كده وظبطتها. ببدأ بقى ايه اعمل الناحية التانية، اشد اللي هو الغامق شوية واظبطه كده اهو. ظبطتها بقت مستقيمة. ابدأ اشد بقى اللي هو الفاتح المضلع كده اهي، واظبط الاتنين في الجزء ده. خلاص ظبطتها وحاسة ان هي مفرودة كويسة اهي. احط بقى شمع برضو ما بينهم هنا. انا عايزاها تبقى ثابتة جدا عشان لما اجي الزقها على الكرتون تبقى مظبوطة عندي. هحط شمع كده، هقفلها من الناحية التانية ومن تحت بنفس الطريقة، ونرجع بقى نشوف هنعمل فيها ايه. هنا كده بقت عندي اهي بالشكل ده زي ما احنا شايفينها كده. انا قفلتها من 4 جناب علشان تتظبط معايا. الظهر بتاعها اهو، ادي عندنا الوش. هجيب الكرتونة اللي عندي اللي هشتغل عليها، وهاجي هنا كده هجيب عندي غير ابيض، مش عايزاه خفيف قوي، انا عايزاه بسمكه تمام. وهبدأ هملاها، وعايزاها املى كتير يعني مش هحط حاجة بسيطة علشان تلزق معايا كويس جدا كده بالشكل ده. وهاجي بقى اروح حطاها كده. طبعا انا عملت على الظهر اهي، وهبدأ الزقها كويس جدا كده بالشكل ده. هاجي كده بقى وهجيب حاجة تقيلة وهبدأ احط عليها حاجة تقل كمان، يعني علب اي حاجة تقيلة عندي علشان تلزق كويس جدا. وهسيبها تنشف ونرجع نشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل فيها ايه. دلوقتي هجيب بقى الكرتونة عندي خلاص كده هو تمام نشفت. هجيب المقص وهبدأ هقص. هاجي كده هقصها للاخر. انا هقصها على القد بالظبط عشان تظبط معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا لزقتها كده وعملتها. هاجي هنا بص هنلاقي في اماكن هنا اما قصيت طلعت عندي بالشكل ده. هبدأ هنا احط بقى شمع، هنزعها بشمع بس مش كتير عشان ما يكلكعش، يعني هلزق الشمع وانيمه كده عشان ما يضايقنيش. هلزق الحروف بتاعتها كلها عشان ما تفكش معايا وبعد كده ما تتعبنيش وانا بشتغل. هاجي هنا كده بعد الحاجه بقت عندي كده بالشكل دون. اللي انا هعمله ان انا هجيب ورنيش مائي وهديها وش ورنيش مائي. لو في ورنيش عادي برضو ينفع، بس انا حابه اديها ورنيش مائي. والخطوه دي مهمه عشان احافظ على الحاجه اللي عندي وفي نفس الوقت تجمل تبقى كويسه. طبعا انا هحط عليها الديكور اللي عملناه مع بعض. هنا كده ده بقى شكل الصينيه عندي. طبعا جمدت وبقت كويسه جدا. وش الورنيش المائي ده رونق جميل جدا. انا جيت في الظهر كان عندي الورق دون، كان في حاجه قبل كده كنت عاملاها
وكنت راكناه قلت ممكن يتعمل باي حاجه، فانا عملته في الارضيه بحيث ان هو يدي منظر كويس. الخطوه اللي عندي دلوقتي انا جيت هنا وعملت ضفاير بالخيط الخير، عملت ضفيره ب5 خيوط وضفيره تانية ب4. لو عايزين تعرفوا طريقه الضفيره اللي ب5 خيوط وازاي نعملها علشان تطلع بالشكل اللي معانا كنت عاملاها في فيديو في قناتي التانية مملكه ناريمان للفن الراقي. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف وفي الدايره البيضاء اللي بتظهر في اعلى الفيديو، وكمان في شاشه النهايه، وكمان في اول تعليق مثبت. ويا ريت تشتركوا معايا في قناتي التانية مملكه ناريمان للفن الراقي وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. هبدا ان انا هشتغل بالضفاير اللي عندي انا عندي ضفيره ب4 خيوط وعامله ضفيره ب5، هوسعها سنه كده بحيث انها تديني منظر في الجنب حلو، وهلزقها في الجنب. بس قبل ما الزقها انا عايزه اعمل ايدين. انا هعمل الصغيره دي هعمل منها الايدين. هاجي هنا هون كده وهاجي في الجنب من الناحيه دي ومن الناحيه التانية، وهبدا اشوف الايد اللي انا عايزاها طولها قد ايه. الطول ده كده كويس. انا هاجي احط شمع في جزء هنا كده، حطيت هنا سنه شمع علشان ما تفكش مني، وهقص من نص الشمع بالظبط كده علشان ما تتفكش مني وانا بشتغل. هحط هنا شمع كده وهاجي اشوف المكان اللي انا عايزه احطها فيه والزقها. هي كده كويسه جدا. هلزق الناحيه التانية هنا كده، احط شمع والزقها. بعد كده بقص الزياده اللي عندي هنا دي كده مسكت. هشيل الزيادة اللي عندي. بقت الايد عندي اهي. انا خدت المقاس نفس المقاس اللي الناحية التانية، وهحط برضو هنا كده شمع عشان ما تفكش مني وعشان الزقها. هنا كده بقى شكل الصينية زي ما احنا شايفين بعد ما ركبت لها الايدين بقت عندي بالشكل ده اهي. دي كده الضفيرة اللي انا عملتها معاكم اللي هي ب4 فتل. هاجي بقى هنا وهبدأ هلزقها على الحرف عشان تعمل لي اطار بالشكل ده. هاجي هنا وهبدأ هحط شمع هنا كده، وهجيب الضفيرة اللي عندي بس هلزقها على مفتوح شوية. يعني بصوا هاجي كده، لو بصينا الضفيرة اهي، لو عملت كده اهي بصوا الضفيرة بتوسع، فانا هعملها على واسع سنة عشان تديني ارتفاع كويس. هاجي هنا هلزق الجزء اللي هما بتاع اليد فيها عشان تجمد اكتر. هنا كده هظبطه والزق. هكملها بقى كلها. هاجي بصوا كده اهي، هوسع سنه، توسع سنه كده والزق على الواسع ده. هلفها بقى كلها بنفس الطريقه. هحاول لما اجي اركب اوسع حته حته كده واحط شمع والزق. هاجي هنا اشوف المكان اللي انا هقص منه، هحط شمع هنا كده. مثلا هقص هنا كده، هحط شمع بالشكل ده علشان الحاجة اللي عندي ما تفكش مني، الخيوط ما تفكش. وهاجي على الجزء اللي انا لسه لازقاه ده واقص كده. هنبص هنلاقي الخيوط طلعت معايا مظبوطة وما نسلتش، والمنظر عندي معقول جدا اهو. هبدأ بقى الزق الحتة اللي عندي في الاخر. هنا كده خلصت الصينية اللي عندي. طبعا بقت عاملة بصوا الاطار بتاعها شكله جميل جدا، هي شكلها حلو قوي. اللي انا هعمله هاجي بقى عند وصل خيط كده، وهجيب وردتين من اللي عملتهم معاكم. الورده انا عامله له فيديو، هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف وفي الدايره البيضاء اللي هتظهر في اعلى الفيديو. هاجي كده هون وهجيب الورده اللي عندي وهحط شمع فيها من هنا كده تمام، وهلزقها هنا. وهاجي اجيب الوردة التانية وهحط فيها شمع وهلزقها جنبها هنا كده. يبقى انا كده حطيت الوردتين عندي بالشكل ده كده، شكلهم جميل جدا والصينية شكلها شيك قوي. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هحط عليها الحاجة اللي احنا عاملينها مع بعض. هاجي كده اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هحط عليها الحاجة اللي احنا عاملينها مع بعض. هاجي هنا كده وهجيب الكور اللي احنا عملناها اللي هي كور ايكيا، وهجيب عندي الوردة دي احنا عملناها مع بعض، عملناها شمعدان نفس الوردة اللي عملناها اللي هي الوردة الصغيرة دي هي بس عملت الورق كبير قوي. وهجيب البرطمان اللي احنا برضو عملناه مع بعض. الفيديوهات دي هسيبها لكم في صندوق الوصف وفي الدوائر البيضاء اللي بتظهر في اعلى الفيديو، وهحطه معاهم بالشكل ده
بقى ديكور غاية في الروعة والشياكة والجمال، جميل جدا جدا جدا. هنحطه بقى على ترابيزة، على ترابيزة سفرة، في ليفينج، في اي حتة، في اي مكان، شكله في منتهى الشياكة. طبعا هنا ده الشكل النهائي بتاع الصينية بتاعتي، بقى شكلها بالمنظر ده، شكلها جميل جدا. وهنا الورد اللي انا حطيته، ودي الضفيره اللي عملناها مع بعض. دلوقتي هحط الحاجه عليه ونشوف بقى الديكور كله على بعضه هيبقى شكله عامل ايه. هنا عندي اهي الصينيه بقت بالشكل ده، حطيت عليها الديكورات اللي عملناها قبل كده، بقى المنظر على بعضه بالشكل ده، شكله كله تحفه على بعضه. الصينيه بالورد، بالكور اللي عملناها كور ايكيا، بالورده الجميله اللي عملتها شمعدان دي. كل الفيديوهات بتاعت الحاجة دي انا هسيبها لكم في صندوق الوصف، وفي الدوائر البيضاء اللي بتظهر في اعلى الفيديو، وفي شاشة النهاية، وكمان في اول تعليق مثبت. زي ما احنا شايفين المنظر رائع كده. انا اكون خلصت، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم واول مره تشوفونا، يا ريت تشتركوا معايا في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ولو انتم مشتركين بالفعل ما تنسونيش في اللايك والشير، عشان اللايك والشير مهمين جدا للفيديو. ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم، واستنوني في فيديوهات تانية كتير جديده ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد، وسلام. يا ماما جميلة، انت حلوة، انت معك جميلة وانت شاطرة. وانت جميل يا حبيبي والله، وانت كمان جميل يا حبيبي. مين قدامنا كده جميلة؟ انت اللي جميل يا قلبي.